السلام عليكم ورحمة الله. ملك المغرب يستقبل البطلة المغربية العالمية نوال سفندلة داخل القصر الملكي في حفل تكريم استثنائي بحضور الأمير مولاي الحسن والأميرة لاله خديجة والأميرة لاله أسماء، ويمنحها وسام العرش الملكي تقديراً لإنجازها التاريخي غير المسبوق بعد أن أصبحت أول امرأة مغربية وعربية تنجح في تسلق أعلى قمم العالم إيفرست ولوتسي، وترفع العلم المغربي عالياً فوق سقف العالم في مشهد آثار فخر وإعجاب الملايين. هذا الإنجاز العالمي جعل اسم المغرب يتردد بقوة في مختلف وسائل الإعلام الدولية، بينما حظيت البطلة المغربية بإشادة واسعة من شخصيات رياضية وإعلامية بارزة اعتبرت ما حققته مصدر فخر لكل المغاربة والعرب. شاهدوا معنا ماذا حدث خلال هذا التكريم التاريخي داخل القصر الملكي، وكيف استقبل ملك المغرب البطلة نوال سفندلة بعد عودتها من رحلتها الأسطورية. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت فخوراً بالبطلة المغربية نوال سفندلة وبإنجازاتها العالمية، فلا تنسى الإعجاب بالفيديو وعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استقبل هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Je l'ai fait, putain, j'ai pas baissé les bras. Je l'ai fait. Je l'ai fait, le toit du monde, أعلى قمة في العالم. Jamais j'ai baissé les bras. Tarek, mon grand frère, ce sommet est pour toi. ما حققته نوال سفندلة لم يكن مجرد إنجاز رياضي عادي، بل كان تحدياً استثنائياً للإرادة والصبر والقوة النفسية. فتسلق القمم الشاهقة مثل جبل إيفرست وجبل لوتسي يعد من أصعب التحديات التي يمكن أن يواجهها الإنسان، حيث يواجه المتسلقون درجات حرارة قاسية ونقصاً حاداً في الأكسجين ومخاطر طبيعية قد تهدد حياتهم في أي لحظة. ورغم كل هذه الصعوبات، واصلت البطلة المغربية رحلتها بثقة وعزيمة، حاملة معها حلماً كبيراً يتمثل في رفع العلم المغربي فوق أعلى قمم العالم، لتثبت أن المرأة المغربية قادرة على تحقيق المستحيل عندما تؤمن بقدراتها وتسعى وراء أهدافها بإصرار. وعندما وصلت إلى القمة ورفعت العلم المغربي عالياً، لم تكن تمثل نفسها فقط، بل كانت تمثل وطناً بأكمله وشعباً يفخر بأبنائه وبناته الذين يحققون الإنجازات في مختلف المجالات. وقد تحولت تلك اللحظة إلى مصدر فخر للمغاربة والعرب الذين تابعوا رحلتها بإعجاب كبير. وقد أشاد الكثير من المتابعين بما حققته نوال سفندلة، معتبرين أن إنجازها يحمل رسالة قوية لكل الشباب العربي، مفادها أن النجاح لا يعرف المستحيل، وأن الأحلام الكبيرة تتحقق بالعمل والاجتهاد والتضحية. كما اعتبر عدد من المهتمين بالرياضات الجبلية أن هذا الإنجاز يساهم في التعريف بالمغرب على المستوى الدولي، ويبرز صورة المرأة المغربية القوية والطموحة والقادرة على المنافسة في أصعب التحديات العالمية. إن قصة نوال سفندلة ليست مجرد قصة صعود إلى قمة جبل، بل هي قصة كفاح وإرادة وإيمان بالقدرة على تحقيق الأحلام مهما كانت التحديات. وهي رسالة لكل شاب وفتاة بأن النجاح يبدأ بخطوة، وأن الوصول إلى القمة يتطلب الصبر والعمل وعدم الاستسلام. وأشاد الأمير مولاي الحسن بروح التحدي والعزيمة التي أظهرتها البطلة المغربية خلال رحلتها الشاقة نحو القمة، مؤكداً أن الشباب المغربي قادر على تحقيق الإنجازات العالمية عندما يؤمن بقدراته ويعمل بإخلاص واجتهاد. كما أبدت الأميرة لاله خديجة إعجابها الكبير بهذا الإنجاز التاريخي، معتبرة أن نوال سفندلة أصبحت مصدر إلهام للفتيات المغربيات ونموذجاً مشرفاً للمرأة المغربية التي تواصل إثبات حضورها وتألقها في مختلف المجالات.
وقد لاقت هذه الإشادة تفاعلاً واسعاً بين المغاربة الذين عبروا عن سعادتهم برؤية أبطال الوطن يحظون بالتقدير والاهتمام، مؤكدين أن نجاح نوال سفندلة هو نجاح للمغرب بأكمله. وفي النهاية تبقى نوال سفندلة واحدة من النماذج المشرفة التي رفعت اسم المغرب عالياً بين الأمم، وقدمت صورة رائعة عن الطموح المغربي الذي لا يعرف الحدود. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.